السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم حبيت اسوي لكم طبق حلو اللي هو طريقة عمل بقلاوة البرمة المحشية بالجوز. وهذا الفيديو راح يكون بالتعاون مع قنوات عراقية، هم ايضا مسوي لكم اطباق حلوة او طبق حلو بس انواع مختلفة. والطبق الاول او الوصفة الاولى راح يكون للصديقة العزيزة آراء سعيد، مقدمة لكم طريقة عمل حلا سهل وسريع. وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا وياها. أما الطبق الثاني أو الوصفة الثانية فهو للصديقة والأخت العزيزة، قناة الطبخ بطرق سهلة، مقدمة لكم طريقة عمل بيتي فور كلش سهل وسريع. وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بقناتها. أما الطبق الحلو الثالث فهو برمة الكنافة المحشية بالفستق الحلبي للصديقة العزيزة، مطبخ ماما وفاء. وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بقناتها. أما الوصفة الرابعة فراح تكون للصديقة أمتي، مقدمة لكم اليوم طريقة عمل من السمة. وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بقناتها. وراح اترك لكم كل روابط القنوات بصندوق الوصف. ونبدي بسم الله بطريقة عمل وصفتنا. هنا عندي كمية من الجوز طحنتها على هذا الشكل، محضرة الطعام، وهذا الكيس اللي استخدمته. وراح اضيف عليهم ملعقة من السكر البني، واذا ما توفر عندكم تقدرون تستبدلوه بالسكر العادي. راح اضيف عليهم رشة بسيطة من الهيل يعطيهم طعم طيب، ورشة من القرفة بسيطة. اخلطهم مع بعض حتى تصير عندي الحشوة جاهزة. بعدها حضرت كل المكونات اللي راح احتاجها. هنا عندي كوب واحد من الزبد مذوبته على هذا الشكل، والحشوة، وهذه عجينة البقلاوة غطيتها بتاول المطبخ حتى ما تنشف عندي، وهذه النوعية اللي استخدمتها، هذا يكون شكلها. وهسه نبدي بطريقة العمل. راح اخذ قطعة من العجينة، المفروض تصير قطعة كاملة بس هي انقطعت عندي، صارت هيك بس مو مشكلة، ترهم عادي. هسه راح ادهنها بالزبد، وممكن تضيفون ويا الزبد دهن حر اذا تحبون. من بعد ما دهنت كل العجينة هسه راح ابدي احشيها. اضيف لها كمية بسيطة بالوسط، يعني احاول ما اوصل الاطراف حتى لا تطلع عندي وعدين. وهنا استخدمت العود الخشبي قصير عندي، انا ما متوفر الكبير، لصقته باللاصق حتى يصير عندي اطول شوية. الفها، وطول ما انتو تلفون تضغطون باصابعكم حتى يطلع من عندها الهواء الزايد. بعد ما لفيتها على هذا الشكل راح اضغط من الطرفين حتى تتكعور عندي، وبعدها اسحبها بكل سهولة واضيفها بالبايركس. اخذت قطعة ثانية وراح ادهنها بالزبد، ونفس الشي اطوي هذه القطعة وادهنها شوية، واضيف لها الحشوة بالوسط. بعدين ابدي ابرمها على هذا الشكل. تقدرون تدهنون الوجه حتى خاف تتكسر عندكم تجنبا يعني، بس هيك على هذا الشكل. بعدها ابدي اعرشقها او اضغط عليها من الاطراف حتى تصير عندي على هذا الشكل، واسحبها واضيفها بالبايركس. على هذا الشكل كملت كل الكمية اللي عندي، وهسه راح ابدي اقطعها من الوسط، يعني بالحجم اللي انتو تريدوا. تقدرون تقطعوها
يعني إذا تريدون يكون حجمها أصغر يعني تصير 3 قطع، أنا بالنسبة لي أحبها شوية تكون أطول، يعني يكون شكلها مرتب بالصح. بعدها أضيف لها بس على الوجه زبد، ما أضيف هواي لأن هي أصلا تشبعت بالزبد. وهسه صار وقت ادخلها الفرن على درجة حرارة 350. اذا البايركس مالتكم خفيف لازم تكون 250 حتى لا يحترق عندكم، بس انا عندي البايركس دخين يتحمل. اشغل الجو بالبداية وبعدها لحد ما الاحظ الاطراف بدت عندي شوية تتحمر اطفي الجو وبعدين اشغل عليها الفوق لحد ما تتحمر عندي وتصير عندي جاهزة. وهذا شكلهم بعد ما طلعتها من الفرن، شوفوا شلون لونها حلو متحمرة عندي. وهسه صار وقت اضيف عليها الشيرة، لازم تكون عندي باردة. بعدها اتركها تبرد عندي شوية وتصير جاهزة للتقديم. وإن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، وألف ألف عافية مقدما. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك والاشتراك بالقناة، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.